السلام عليكم. نابليون مصر الفرعونية. قبل أي حاجة صلى على النبي ويلا نبدأ. الملك تحتمس التالت ده ما كانش ملك عادي، لدرجة إن المصريين الوقت مسمينه نابليون مصر الفرعونية. ملك اتولد سنة 1481 قبل الميلاد، وتولى الحكم وهو صغير تحت وصية الملكة حتشبسوت سنة 1479 قبل الميلاد. ولما كبر ومسك السلطة في إيديه سنة 1458 قبل الميلاد، الدنيا اتقلبت. مصر بقت قوة خارقة، مسك جيش رهيب، طلع 17 حملة عسكرية، وسع حدود مصر، عمل أقوى إمبراطورية في الشرق القديم. مصر كانت في الوقت ده مستقرة وغنية، وتاخد التقيلة بقى. كانت قوية لدرجة إن جميع مماليك وأمراء العالم كانوا بيخافوا من مصر ومن ملكها الملك تحتمس التالت. وده ما كانش من فراغ، لو قعدت أقول لك في أمثلة مش هنخلص، بس هديك مثال صغير كلنا عارفينه: معركة مجدو، المعركة اللي أول معركة أيدت في التاريخ، المعركة اللي دخلها الملك تحتمس الثالث بخطة ذكية جدا جدا، وانتصر فيها رغم إن هما كانوا مستنيينه ومستعدين ليه. ملك تحتمس الثالث للأسف توفى سنة 1425 قبل الميلاد. ملك تحتمس الثالث ما كانش مجرد ملك، ده كان إمبراطور بيصنع إمبراطورية. وبس كده، متنساش تصلي على النبي. سلام.